صباح الخير. قعدت افكر كتير. هو انا بقى هفضل كل حاجة هنزلها على القناة حاجات قديمة حاجات قديمة؟ طب ما تدعبس كده، دور على حاجة جديدة. لقيتني غصب عني اني مش لاقي حاجة جديدة اقدر انا اقصد حاجة جديدة، سياق عام اقدر امسك فيه واتكلم عنه. لقيت ان الأغلبية حاجات تافهة وحاجات مسطحة وحاجات كلام متعاص مزيكا، أو مزيكا متعاصة كلام، أو يعني أي حاجة من القبيل ده. طب نعمل إيه؟ ما هو وأنا كمان بكره حكاية إيه، أصل زمان أحسن وزمان أجمل ومصر زمان أجمل ومصر زمان. والله العظيم ثلاثة أنا بكره الكلمة دي، وما بحبش يعني ما بحبش حتى في كلامي او في حواراتي او في كتاباتي اني اقول لك مصر زمان لا ودلوقتي كمان احسن. بس دلوقتي احسن مش لازم يبقى احسن في في الكلام، او احسن في العيشة، او احسن في الناس، او احسن. احنا احسن، احنا في تطور كتير او كبير عن الماضي. لكن احنا البلد الوحيدة اللي الماضي بتاعها فنيا اجمل من الحاضر، ويمكن اجمل من المستقبل كمان. السؤال ده انا بطرحه عليكم. يعني ليه دلوقتي مفيش شاعر مميز؟ ليه دلوقتي مفيش ملحن مميز؟ ليه دلوقتي مفيش مطرب مميز؟ انا بتكلم على الشاعر الحقيقي والمطرب الحقيقي والملحن الحقيقي. انا مش بتكلم على الاشباه. احنا لو بصينا كده هنبص هنلاقي اشباه اعتلم المنصات لدرجة ان اللي ماتوا دول بيلعنونا من التربة. ان احنا ازاي هذا البلد الفنان العظيم يحصل فيه اللي بيحصل ده. لان اللي بيحصل ده لا يمكن ابدا انه ينتمي الى المحروسة. كل حاجة كانت عظيمة، كانت عبقرية. حتى الاصوات، قارئة القرآن كانت اصوات مرعبة. ايه الشيخ محمود خليل الحسري ده، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ده، ايه الشيخ الطبلاوي ده؟ ها، إيه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ الناس ديت ايه يعني؟ كانوا بياكلوا ايه يعني؟ على رأي نجيب الريحاني بياكلوا ملبن يعني، باستيليا يعني. يعني ما ال 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 هل ده هل الظاهرة دي هي عدم اكتراث المسؤول لاكتشاف ما هو جديد؟ جايز. طيب انا شفت في الإذاعة في اللجان اللي كانوا بيعملوها كل البارونات دي، كل الناس دي. شفت لدرجة ان انا بعد كده شفت لا مؤاخذة وبعد كده لا مؤاخذة ما بقاش في لا لجنة نصوص ولا لجنة استماع ولا لجنة ما فيش اي حاجة من دي. انا بسأل السؤال ده، هو ايه اللي قلص الدور ده؟ اللي قلص دور الإذاعة ده؟ ايه اللي خلى الإذاعة
ما تنتجش، او كان في مختارات الاذاعه اغاني مرعبه. يعني ما فيهاش الشعر اللي هي يعني اللي هي قويه، ولا فيها الاصوات اللي هي قويه، ولا لكن كان بيعدي حاجات برضو، وكنا نشوف فيه حركه. طب خلاص، هو المسؤول اللي منع الحكايه ديت، طب ايه البديل؟ يعني هل هو منع الحكايه ديت حاله من حالات التطوير، ولا انهي وخلاص والميزانيات وكده، هو كده كده ما فيش فلوس اصلا؟ طيب انا مش عايز افضل اسال اسئله، وعايز بس يعني احسسكم ان ان الحياه في مصر لسه جميله. وعلى فكره بالمناسبه، ما فيش فنان بيموت ولا في شاعر بيموت، انا بتكلم على الحقيقي يعني، انما في ناس عايشه ميته اصلا. وعلشان كده احنا ممكن الجيل بتاعي انا بيتحدف يا عيني على زمان، ويقعد يسمع اغاني زمان، ونجيب اذاعه الاغاني اف ام 108، ما فيش حد بيغيرها، لان هي لسه اللي بتجيب الاغاني القديمه والكلام القديم، وبتحتفل بالمطرب اللي توفى، والملحن اللي توفى، والموسيقي اللي توفى، وبتعمل حاله من حالات. طيب هل يعني احنا بنعاني من النوستالجيا؟ يعني احنا مرضى، احنا مرضى باللي فات. لو كنا مرضى باللي فات، احنا مبسوطين بالمرض بتاعنا ده، لان دلوقتي ده مش علاج اللي احنا بنسمعه ده او اللي احنا بنشوفه. طبعا انا بسمع ابني الصغير وهو بيحتفي بأغاني غريبة الشكل، وبعدين هو مش صغير، يعني هو في تانية تجارة، يعني راجل ناضج ومستوعب، يقول لي اسمع الغنوة دي، ببقى عايز اديله في وشه، بس خلاص هو ده السياق بتاعه. اخواته الاتنين لا، متربيين على فيروز، ومتربيين على عبد الحليم حافظ، ومتربيين على ام كلثوم، ومتربيين على اشعار امل دنقل وصلاح عبد الصبور. الولد ده فلت مني في غفلة من الزمن. ازاي؟ ازاي ده انا سهيت عليه؟ سهيت عليه، فبقى هو الجسر اللي بيعرفني إيه التفاهات اللي بتحصل، ويسمعني اغاني في منتهى الغرابة اللي في الدنيا. لكن مش عايز اطول عليكم، واقول ان اكيد يعني اكيد هندور مع بعضينا نشوف حاجة كويسة، واي حد عنده حاجة كويسة يقول لي لا انت غلطان، ويكلمني، يمكن اعيد وجهة نظري في او رؤيتي تجاه ما يحدث دلوقتي. صباح الفل، ويا رب احمي مصر من كل سوء، ويا رب احمي الفن المصري وانتعوا بالسلامة، وإن شاء الله ربنا ينتع الفن المصري بالسلامة بإذن الله. صباح الفل.